القارة الإفريقية كلها على أعصابها تستعد للنسخة ال35 من كأس أفريقيا في المغرب من ديسمبر 2025 ليناير 2026. كل العيون راح تكون هناك، بس فيه سؤال واحد مهم جدا والكل بيسأله: مين يا ترى رح يرفع الكأس الغالية هذه المرة؟ في تحليلنا اليوم رح نغوص بالأرقام والإحصائيات عشان نكشف عن أقوى 10 منتخبات مرشحة للفوز باللقب. يلا بينا نبدأ العد التنازلي. طيب، على أي أساس رح نرتب هالعمالقة؟ الموضوع مش عشوائي أبداً، وضعنا نظام تقييم دقيق منشوف فيه تصنيف الفيفا، الاستقرار الفني، تاريخ المنتخب بالبطولة، قوة التشكيل الحالية وخبرة المدرب، وطبعاً في نقاط إضافية للبلد المستضيف. جهزوا حالكم، العد التنازلي بدأ. ونبدأ بالمركز العاشر مع فهود الكونغو الديمقراطية، فريق معروف بلعبة الهجوم الممتع وروحهم القتالية العالية. تاريخهم حلو، عندهم لقبين ووصلوا نصف النهائي بالنسخة الأخيرة. لكن وين المشكلة؟ خبرة المدرب محدودة شوي، وهذا اللي خلى مجموع نقاطهم يوقف عن 18 نقطة. أما في المركز التاسع عندنا نسور قرطاج، منتخب تونس مؤخراً مستواه في تصاعد كبير وبدأ يقدم كرة حلوة تخلينا نعتبره منافس قوي. أقوى نقطة عندهم هي الاستقرار الفني، أخذوا عليها 8 من 10، وهذا رقم ممتاز. لكن تاريخهم بالبطولة مش كبير، عندهم لقب واحد بس، وهالشي خلى مجموعهم 20 نقطة. نوصل للمركز الثامن، جنوب أفريقيا، منتخب قوته الحقيقية جاية من الدوري المحلي القوي. طيب، هل هالشي بيكفي لمنافسة الكبار؟ عندهم سلاح سري، وهو المدرب الداهية هوغو بروس. هذا المدرب فاز بالبطولة قبل كده وجاب برونزية مؤخراً، يعني خبرته ما عليها كلام، وأخذ العلامة الكاملة 5 من 5، وهذا رفع رصيدهم ل 22 نقطة. في المركز السابع اسم كبير وغني عن التعريف، أسود الكاميرون غير المروضة، اسمهم دايماً حاضر وبقوة في البطولة. خزينة ألقابهم تحكي القصة كلها، 5 ألقاب أفريقية. هذا التاريخ الكبير أعطاهم 4 نقاط قوية من 5. هذا الإرث هو اللي خلاهم بالمركز السابع بمجموع 23 نقطة، حتى لو كان مستواهم متذبذب شوي مؤخراً. والمركز السادس من نصيب ثعالب الصحراء، منتخب الجزائر. صحيح، مروا بكم تعثر في البطولتين الأخيرتين، لكن السؤال هو: هل يقدرون يرجعون بقوة ويعتلون العرش الأفريقي من جديد؟ شوفوا، أدائهم بالتصفيات كان ممتاز، وهذا أعطاهم نقاط عالية في تصنيف الفيفا والاستقرار، يعني الإمكانيات موجودة. بمجموع 25 نقطة أكيد هم فريق لا يستهان فيه أبداً. والحين ندخل التوب 5. نبدأ مع فريق مليان مواهب، النسور الخارقة، نيجيريا. تشكيلتهم قيمتهم السوقية خيالية، بس هل هالشي كافي؟ هنا المفارقة العجيبة، قوة التشكيلة أخذت 10 من 10، علامة كاملة. لكن بالمقابل تصفياتهم ما كانت مقنعة والمدرب خبرته قليلة. هالشي حل مجموعهم يوقف عند 25 نقطة مثل الجزائر. المركز الرابع، وهنا نتكلم عن ملوك القارة تاريخياً، فراعنة مصر. إرثهم يتكلم عن نفسه، والسؤال دائماً: هل بيضيفون لقب جديد لمجدهم الكبير؟ شوفوا، تاريخهم لوحده أعطاهم العلامة الكاملة 5 من 5، لأنهم أصحاب الرقم القياسي ب7 ألقاب. ضيفوا على هذا استقرارهم الممتاز، فمجموعهم وصل ل 28 نقطة. التاريخ والخبرة يلعبون دور كبير هنا. نوصل للمركز الثالث، البطل الحالي منتخب ساحل العاج. الأفيال رفعوا الكأس بالنسخة الأخيرة، فهل يقدرون يدافعون عن لقبهم؟ كونهم الأبطال يعطيهم دفعة معنوية كبيرة ونقاطاً ممتازة في تقييمنا. مجموعهم 28 نقطة، نفس مجموع مصر، لكن بما أنهم الأبطال الحاليين فهم يتفوقون ويأخذون المركز الثالث. أما وصيفنا في هذا الترتيب والمركز الثاني فهو لقوة كاسحة في أفريقيا حالياً، أسود تيرانغا، منتخب السنغال. بصراحة تحولوا لفريق مرعب في القارة، وأرقامهم تثبت هالشي: 9 من 10 في تصنيف الفيفا و9 من 10 في الاستقرار، يعني ثباتهم على القمة شيء مش طبيعي. مجموعهم 29 نقطة،
يعني كانوا قريبين جدا من الصدارة. والآن وصلنا للحظة الحاسمة، المركز الأول، المرشح الأبرز وبفارق كبير هو البلد المستضيف، المغرب. أسود الأطلس حالياً يعيشون فترة ذهبية، وكل شيء جاهز ومهيأ لتحقيق إنجاز تاريخي على أرضهم. مجموع نقاطهم يوضح كل شيء، 38 نقطة، يعني فارق كبير. أخذوا علامة كاملة في تصنيف الفيفا وفي الاستقرار وطبعاً في أفضلية الأرض والجمهور. صحيح تاريخهم بالبطولة مش كبير، بس هذا ما يقلل أبداً من كونهم المرشح الأقوى بلا منازع. تخيلوا معي فريق يلعب على أرضه وبين جمهوره ووراء دعم أمة كاملة. ضيفوا على هذا إنجازهم التاريخي في كأس العالم والعقلية التكتيكية للمدرب وليد الركراكي. كل هذه العوامل تخلق توليفة مثالية للنجاح. المغرب مش مجرد مرشح، بل هو قوة حقيقية وجاهزة للسيطرة على لقب القارة. هذا كان تحليلنا بالأرقام، لكن كلنا نعرف أن الكرة ما فيها توقعات مضمونة ومفاجآتها دائما واردة. الحين دوركم، مين تتوقعون رح يرفع الكأس في المغرب؟ شاركونا آراءكم وتوقعاتكم، ومين ممكن يكون الحصان الأسود للبطولة؟ ننتظر تعليقاتكم.